معاها ناني ما بتسيبهاش وبتاخدها معاها في كل حتة، وبتجهز عرايس بنفسها من الضافر لحد ما تسلمها لعريسها بالفستان الأبيض، وقاعدة في مكتب يرمح فيه الخيل، وعاملة فيه أوبن بوفيه، ورجعت شقتها القديمة. كواليس أول يوم شغل اليوتيوبر لومي لوما بعد غياب شهور عن البيوتي سنتر بتاعها. يا ترى إيه الحكاية؟ وهل فعلا معاها ناني؟ وإيه حكاية غرفة الVIP في الصالون بتاعها؟ مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. عندها غرفة كبيرة في الصالون الVIP، ومكتبها كله مودرن، وفيه بوفيه مليان كل حاجة نفسك فيها، وشغلها بعيد عن فيلتها الجديدة، وبتروح شقتها القديمة عشان تروح الشغل بتاعها. كواليس أول يوم شغل اللومي لوما بعد غياب كام شهر بسبب دراسة تمني ماهر والثانوية العامة، وتجهيزات خطوبة تقى ماهر، وكل ده خلاها ما بتعرفش تروح الشغل. وضيف على كده المسافة بينها وبين الشغل وبيتها الجديد بعيدة جدا، فيها أكتر من ساعتين مثلا. لومي لوما صاحية بكل قوتها وطاقتها، حابة تروح الشغل وتقضي يوم كامل في البيوتي سنتر بتاعها، والصدفة خلتها كمان تجهز عروسة بالفستان الأبيض. وقالت لمتابعينها إن صالون لومين بيجهز عرايس، وعامله لهم اوضه VIP فيها كل حاجه تخص العروسه، وبتعمل لها كل حاجه برايفت عشان تكون مرتاحه وبعيده عن التوتر وبعيده عن عيون الناس، لان هي بتعتبر اي بنت دخلت المكان فهي بنتها قبل اي حاجه، وبتعمل معاهم الواجب. لومي لوما الفرحه مش سايعاها انها راحت وقررت انها تقعد كام يوم في اسكندريه في شقتها القديمه، لانها وراها كذا حاجه مضطره تعملها، وهتسيب الفيلا كام يوم عشان خاطر الشغل اللي وراها. لومي لوما لأول مرة بتكشف إن عندها ناني مساعدة وبتساعدها في كل حاجة ممكن تتخيلها، وهي إيدها اليمين، والبنت من أفريقيا، وعرفتها للمتابعين وكانت معاها في العربية رايحة معاها الشقة القديمة. لومي لوما أول ما راحت مكتبها فرشت الفطار الملوكي، وكل اللي شغالين معاها بيعتبروها أمهم مش مجرد مديرتهم أو صاحبة المكان، والكل بيوجب معاها من فطار لقهوة لآيس كوفي، لدرجة إنها عملت أوبن بوفيه في مكتبها، ولا أجدعها أوبن بوفيه بتاع فنادق، وكل حاجة ممكن تتخيلها من أكل ومشروبات لتلاجة فيها برجر وبروتين وقهوة، حتى الصابون موجود في البوفيه بتاعها. لومي لوما ظهرت كمان في شركة للمكان معاها وهي ياسمين، علشان كده اتسمت باسم لومين، عشان الاسمين يكونوا مدموجين مع بعض، لومي وياسمين. وحظ لومي انها كان في عروسة وحبت انها تصورها وتصور الفيرست لوك بتاع عريسها، وكان سيمبل جدا، وعملوا لها باكج محترم ومش بفلوس كتير. لومي لوما كانت متحمسة لليوم قوي، وانها هتقضي كام يوم في الشغل وهي شايفة انها ما بين عيلتها التانية مش مجرد شركاء في الشغل او موظفين عندها، بالعكس بتتعامل معاهم على انهم واحدة منهم. لومي لوما اخذت جولة في المكان، ودي كانت اول مرة تعمل كده. المكان عبارة عن دور واحد فيه اكتر من اوضه للسكين كير والحمام المغربي، واوضه للحاجات الشخصيه، واوضه بقى مميزه ودي للعرايس فيها كل حاجه عشان ما حدش يتكسف ويبقوا على راحتهم. ووعدت متابعينها انها تعمل لهم جوله بتوسع عن البيوتي سنتر بتاعها. لومي لوما بقت سيده اعمال وصاحبه المشروع، وحطت القرش على القرش عشان تحقق حلمها، وهو عباره عن كل حاجه تخص الستات من الالف للياء، وباتيكير ومانيكير وحاجه كلها بتدلع الست. يا ترى ايه رايكم في لومي لوما وهي سيده اعمال وبتشتغل ولايق عليها، ولا حسيتوها ام لكل البنات والموظفين اللي في الصالون؟ شاركونا في التعليقات.